وأيضا مجلس الوزراء ناقش تقرير اللجنة العليا اللي ذكرتها، اللي شكلت للتحقيق في الخروقات الكبيرة، داعش الخروقات العملية الانتخابية، مو الخروقات المتعلقة بالمرشحين والمتعلقة بالأحزاب، وإنما العملية الانتخابية كلها. تقرير مفصل، بهذا التقرير استنتاجات وبه أيضا توصيات. مجلس الوزراء صادق على الاستنتاجات وعلى التوصيات، لأن الاستنتاجات بها كلام تفصيلي يبعث على القلق. تعرفون هاي اللجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، والرقابة المالية مو بالجديد بحثوا، صار لهم منذ السنة الماضية يحققون في موضوع هذه الأجهزة، وعندهم ملاحظاتهم، يحققون في عدم وجود شركة فاحصة، لأن يجب أن يكون شركة فاحصة لمثل هذه الأجهزة، هذا مشكلة عندهم، وحالوا التقارير إلى هيئة النزاهة في وقتها. وأيضا ديوان الرقابة المالية مطلع على تفاصيل داخل المفوضية وعنده معلومات من داخل المفوضية، بالإضافة إلى هيئة النزاهة، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى. وكان تقريرهم تفصيلي، مجموعة إجراء اتخذوها ومجموعة استنتاجات ثم توصيات. مجلس الوزراء أقر وصادق على المحضر على هذه التوصيات والاستنتاجات. وأيضا ضمن هذه التوصيات ورد عدوى فرز يدوي 5% ضمن هذه التوصيات في جميع المراكز. ضمن التوصيات ورد دا أتكلم نص حسب ما ورد في توصيات هذه اللجنة العليا: إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ، حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا. أيضا مجلس الوزراء وجه جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين والمزورين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون. أيضا مجلس الوزراء يطلب من المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بناء على ما ورد في التقرير. وأيضا مجلس الوزراء يحيل التقرير المذكور إلى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة بهذا الخصوص. وأيضا مجلس الوزراء يحيل هذا التقرير إلى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا، لأن إحدى التوصيات كانت تذكر تعديل بالقانون، والتعديل من صلاحية مجلس النواب، فلهذا مجلس الوزراء يحيل إلى مجلس النواب لهذه التوصية المتعلقة بتعديل أو تشريع تعديل القانون، وهي من صلاحيته. وكإجراء احترازي والنتيجة لما ورد في التقرير من أمور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فأعلى، تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق.